سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما الناس كلها تخش الجنة هيرجع لربنا ويقول له يا رب إن من أمتي في النار، فربنا هيأذن له إن هو يخرج مجموعة من النار، فهيرجع تاني لربنا ويقول له يا رب إن من أمتي في النار، فربنا هيأذن له اللي هو يخرج مجموعة كبيرة من النار. والمجموعة دي كان منهم عصاة كتير جدا، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبهم رغم ضعفهم قدام شهواتهم وقدام ذنوبهم ومعاصيهم. سيدنا نوح لما قومه كفروا دعا ربنا وقال له يا رب لا تزر على الأرض من الكافرين ديار. سيدنا يونس لما قومه ما صدقوش وكفروا برسالة ربنا سابهم ومشي. سيدنا موسى لما البلاء اشتد على بني إسرائيل دعا على الكفار قال ربنا أطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وربنا استجاب له فعلا. لكن سيدنا محمد كان خارج من الطائف ورجله كلها دم، وربنا بعت له ملك كان مستعد يمحي كل الكفار اللي موجودين على الارض. سيدنا محمد رفض تماما وقال يمكن من اولادهم يجي حد يقول لا اله الا الله. كل دي رحمه من ربنا عشان بس سيدنا محمد. فبالله عليك تصلي على حبيبنا وشفيعنا المصطفى. كل اللي انا طالبه منك ان انت تعمل لايك للفيديو ده او تشيره عشان اللي ما يعرفش يعرف، ولك الاجر والثواب.